السلام عليكم. النهارده هعمل معاكم محشي الكرنب وبيطلع معايا قمر بالشكل ده. ريحته قلب الدنيا، طعمه تحفه. الرز بصوا مفلفل ازاي ولونه عامل ازاي. شجعوني بلايك. يلا نسمي بسم الله. على النار معايا معلقه كبيره من الزبده او السمنه الموجوده عندك استخدميه، ممكن تستخدمي زيت بس. 3 معالق كبار زيت. اول ما السمنه بتسيح بنزل عليها ببصلتين كبار متقطعين تقطيع صغير. عايزاكم تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تحطوا اللايك. اول ما البصله تاخد اللون الذهبي الفاتح بنزل عليها بمعلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الشطه، معلقه كبيره من الملح. طبعا التوابل لما بحطهم مع البصل ريحتهم بتبقى طالعه قلب الدنيا. الخطوه دي حلوه قوي. الريحه بقى بتبقى طالعه ايه. بحط عليهم معلقه كبيره من الثوم. شايفاكي يا اللي ما حطيتيش اللايك. واقلب بالشكل ده. قرن فلفل حراق بكون مقطعاه صغير. معلقه كبيره من الصلصه المعلبه. واقلب كده كله مع بعضه. الله على الريحه. بنزل بكيلو من الطماطم بكون ضربها في الخلاط. حاولوا تعملوا في بيتكم المعجنات، الفطائر، الحلويات، المربى، المخللات، الحاجات دي في البيت بتبقى خير وبركة. اول ما الصلصة بتتسبك بحط لها معلقة صغيرة ممسوحة كده من السكر عشان الحموضة. اول ما قوامها بيتقل كده بنزل عليها بالخضرة، ربطة بقدونس، كزبرة، شبت، 3 ربط كبار بكون مقطعهم بالشكل ده وغسلاهم ومصفياهم. بقلبها تقلبتين في الصلصه وبطفي النار على طول، ما بخليهاش تدبل في الصلصه، بسيبها زي ما هي كده. بطفي النار على طول. بكون غاسله الرز ومصفياه. بنزل بالرز على الصلصه. الرز بغسله قبل ما احط الخضره على طول، بغسله وانزل عليه بالصلصه. واقلب كده كله مع بعضه. شايفين الصلصه لونها احمر ازاي ولا ريحتها جامده قوي. بحط في الشوربه معلقه كبيره من الصلصه، بتدي لون حلو قوي للمحشي. بفرش في الصينيه او في الحله ورق الكرنب الاخضر، بفرشه في الارضيه. بكون ساقه الورق بقى ومقطعاه عشان اسهل على نفسي ورصاه بالشكل ده. بحط في ميه السلق معلقه سكر، معلقه ملح، رشه كمون. وبسلق الورق، وبعد ما بطلعه من ميه السلق بحطه في ميه ساقعه على طول. واقطعه بالشكل ده والف بقى على طول. بلف بقى يعني. بلف الورقه جامد كده عشان تبقى متماسكه، ما بخليهاش سايبه من بعضها. بحط الرز وابرم كده. والف بايدي كده، بخلي اللفه تبقى جامده بتاعت صباع المحشي عشان يبقى ايه بالشكل ده. سهل. والطريقه دي حلوه قوي، ولو عملتوه هيعجبكم قوي. شايفين عامل ازاي. سهل قوي. الخلطه دي ممكن تحشي بيها فلفل، كوسه، بدنجان، عصبان. جربوها هتعجبكم قوي. البنات اللي سالتني على لف المحشي الكرنب سهل قوي. هتعملوه هيطلع معاكم تحفه. كده رصينا الرصه الاولانيه. بحاول احط معظم الورق الاخضر في اول رصه في الصينيه. بلف وبضغط كده على الورقه عشان ما تتفردش مني اثناء التسويه. طبعا لو حابه تصغري المحشي اكتر من كده ممكن تصغريه براحتك. بحط بصل متقطعه شرائح، وطماطمايه، وقرن فلفل رومي. طبعا الحاجات دي بتدي برضو طعم حلو قوي وريحه حلوه قوي للمحشي.
شايفين الشكل عامل ازاي؟ بحط طبق على الوش كده، وبصب الشوربة تكون بتغلي، بحطها لاخر صبع بس، يعني اول ما اوصل للصبع الاخير في الحلة بكتفي بكده. بحطها على النار، اول ما بتبتدي تتشرب بشيل الطبق وبهدي النار عليها وبغطيها واسيبها لحد ما تستوي. كده طلعناه، شايفين عامل ازاي؟ ريحته جامدة قوي. الصوابع كلها مقفلة، مفيش صبع اتفتح ولا اي حاجة. اهم حاجة ان انت تلفي الورق بتاع المحشي كويس قوي بالشكل ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ ولا ريحته تحفة. يلا كده ندوق. الله، شايفين مفلفل ازاي الرز من جوه ولونه عامل ازاي؟ جامد قوي. ما تنسوش تحطوا اللايك. شايفاك اللي ما حطيتيش اللايك. باي باي.